Mosaïque FM Podcast. على une. الشروق اليوم عملت لنا ملف على خلفية أحداث العنف والشغب ومنع الجولان. الفيسبوك نعمة أم نقمة؟ هويات وهمية لشن حروب السياسة والتيارات الفكرية. مستعملون يحذرون من الوقوع في فخ المعلومات الوهمية. من غير ما نطول عليكم الحكاية وما فيها، اللي وسيلة إعلام تقليدية أخرى قررت باش تحكي على الإعلام تاع الشبكات الاجتماعية، والنتيجة شوفوها وحدكم. إيجا خويا نحكي لكم أنا توا على فيسبوك في تونس اش نحوالو. عندك من جهة الثوريون الغاضبون، أو ما يمكن تسميتهم بعشاق المتراك ومدمني الغاز ومحبي الكرتوش لمن استطاع إليه سبيلا، اللي ما عندهمش حكومة مؤقتة مي حكومة العار والالتفاف على الثورة، هوايتهم إسقاط الحكومة. وبرشا منهم ركبت لهم اللي عملوها الثورة، واللي هما توا يحكموا في مصير البلاد بلي باج متاح. من الجهة الأخرى عندك البرجوازيون الراكشون، أو ما يسمون أنفسهم بالأغلبية الصامتة. هذوما كعبتين وكعبة، ما يحبوش شكون يحكي باسم الشعب، أما يسميوا رواحهم أغلبية. يحبوا الأمن والأمان باش يشيخ فيها الإنسان، ويكرهوا المظاهرات والاعتصامات والثورات. هوايتهم التحويس بالكنيش في القبة، وهما مديري فان كلوب متاع الحكومة والبوليسية. الثوريون الغاضبون يقولوا اللي البرجوازيون الراكشون تجمع، والبرجوازيون الراكشون يسميوا في الثوريون الغاضبون بوكت ونهضة. وبرا عاد الدنيا تعوم بالمعلومات الغالطة والتصاور والفيديوهات المفبركة، والمواطن العادي اللي لا يحب يدخل البلاد في حيط ولا يحبها ترجع ديكتاتورية في الوسط ما هو فاهم شيء. خويا اجا نفهمك من الاخر، البلاد هززها التجمع وهي تقول العام عام نهضة. على une. الصباح تبع في التحقيق حول الأحداث الأخيرة وتكتب بين الداخلية والعدل ضاع الموقوفون. من 5 ل 9 ماي توقفوا 629 واحد. الانفلاتات كالعادة مدبرة من جهة معينة ما نعرفوهاش شكون، أما أحداث سليانة قال لك السيد الوزير الأول عاملها حزب تأسس بعد الثورة. تجي تشوف الموقوفين قال لك 20 واحد توقفوا في سليانة تعداوا على حاكم التحقيق، وال629 متاع العاصمة مازال ما تحول حتى واحد منهم على القضاء. أيوه كيما في فيفري معناها. اما المرة هذه ابارامون فما كبش فداء من احزاب ما بعد الثورة، وحزب ما قبل الثورة بالله ايش نحوالو. تحل به وجماعته تحلوشي، لا باهي فلوسهم تحلتشي. اي خويا تحلت على الاخر، هاوك مفرقة بال10 وبال20 على فروخ لافنيو يتحل عاد. على une. الصريح يا سيدي صبحت عاملة مظاهرة اليوم وقالت الشعب يريد الاعتذار للجنرال عمار. عليه خويا شعب الليلو، والله حتى من المندسين مناش نحنا راهو الاخرين. باهي يا سيدي خلينا نلخصوا المقال. تراه الثلث الاولاني للشعب، الثلث الثاني للجنرال رشيد عمار، وفي الاخر قالوا له سامحنا اسأنا بك الظن سيدي وقلنا فيك كلام العيب، ونعبروا لك على عميق استيائنا من تصريحات مسؤول سابق غير مسؤول، ونعترفوا بفضائلك علينا ويرحم والديك وربي يطول لنا في عمرك يا معلم وي جنرال جيش راهو مش رئيس شعبة. على une. Mosaïque FM Podcast.